صباح الخير والمحبة والسعادة على عيونكم الحلوة مشاهدينا الكرام. في زمن تتغير فيه أنماط الحياة بسرعة، هنالك العديد من العادات والقيم الاجتماعية الأصيلة اللي نتمنى أن تعود مرة أخرى وتترسخ في مجتمعاتنا. اليوم راح نسأل الناس ما هي أهم القيم الاجتماعية اللي نتمنى تعود من جديد إلى مجتمعنا هذا ونرجع نتمسك بها مرة أخرى. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام شلون ورحمة الله الصحة؟ حبيبي. 100 شنو اسمك سلام. كريم؟ محمد أبو جاسم. الله يخليك. محمد، سلوكيات أهل قبل نعم والقيم الاجتماعية نعم يعني نكاد أنه نفقدها بهذه الأيام. أكيد. شنو هي أهم القيم الاجتماعية اللي تتمنى ترجع مرة ثانية للمجتمع ونرجع نتمسك بها؟ والله أتمنى ترجع مسألة الاحترام تصير ما بين الأبناء والآباء. يعني هسه أنا دا ألاحظ مو الأكثرية حتى ما نظلمهم، يعني بس البعض. خلينا نقول إيه البعض اللي هو جيل الألفينات وأنت صاعد. للأسف يعني مثلا إذا واحد قاعد ويا رجال كبير والده او مثلا اكبر منه سنا تلقاه يلتهي بالتليفون، تلقاه ما يسمع كلامه، ما يحترمه بالكلام، يعتبر انه رايه هو الصحيح. يعني احنا كليتنا مرينا بمرحله المراهقه، ويجوز عندنا اخطاء كنا يعني نعتقد انه مثلا احنا الصح واهلنا غلط. بس النوبات مثلا نسمع حكي المقابلين اذا اكبر من عندنا، اذا ناقشنا بالمنطق والعقل ناخذ بكلامه. هسه لا، يعتبر نفسه هو الصح. مثلا تطيفد راي انت اكبر من عنده. هسه قبل فتره صارت رحت دا اشتري مكان من مطعم، نعم. اجى ولد صغير هم يعني جيل الالفينات، هم دا يعني دا يدور له على مساعده، يعني ساعدني. قلت له يابا انا بعمرك كنت اشتغل، يعني انا الوحيد لاهلي وكنت اشتغل، الشغل مو عيب. قال لي انت تحكي من زمن الثمانينات. قلت له انت وعيت على الثمانينات؟ انت مواليد 2009 ما ادري ايش قد 2012. فللاسف يعني اتمنى ترجع مساله الاحترام. يعني المقابل مثلا اذا اقعد بمكان النبات، احنا نطلع ببغداد نفتر مثلا صاعدين بمنشاه هاي الطابقين، يجي رجال اكبر مني سنا، انا اقوم واخليه يقعد بمكاني. الرجال أو المرأة الرجل الكبيرة او أو مرأة، نعم. رجل او مرأة يجي او هذا، انا اقوم واقعد اخليه يقعد بمكاني. اذا كنا نطلع يعني مثلا مسألة تواصل اجتماعي ما بيننا واللي اكبر من عندنا سنا، ما اطلع قدامه مستحيل. هسه انا دا اشوفه يطلع قدام ابوه. لو مثلا يلزم قبل احنا في وقتنا انه اذا واحد من عندنا من مجموعتنا يدخن ما يقعد قبال ابوه، يختل الجيجار. هسه لا، تلقاه قاعد قبال ابوه هو يقدم ويدخن، له. هو يقدم له للأسف. بالضبط ويعتبرها أو حتى شلون. مثلا أنت لما والدك يحكي وياك يعني لازم تذب التليفون وتبوع عليه دب التليفون هسه تبع لا عليه، لا بالتليفون يلتي يجاوبه. يقلب بالتليفون ويحكي وياه. يعني شلون تعتبرها عدم احترام له او عدم اصغاء، او خلينا نقول يسميها اسقاط فرض، انه انا دا اسمع له بس بالي مو يمه. فللاسف يعني اتمنى هاي المساله يعني ترجع مثل قبل. يعني شويه اخلاق العالم تغيرت بخلال هاي اذا الفتره اللي احنا صارت. نفتقد الان السلوكيات للسلوكيات الاخلاقيه. الأخلاقية نعم. بالضبط الصحيحة، احترام المقابل، احترام الجار، احترام مثلا الأوقات مثلا اللي نطلع بيها. مثلا نتواعد لنا فد موعد، يعني من أنطي موعد مثلا أنا متواعد وياه بالستة انتهت بعد. يعني هواية أمور احنا فقدناها بهاي الفترة للأسف. يعني أتمنى ان ترجع شاء الله مثل يا رب قبل. ترجع. حبيبي شكرا جزيلا أبو حبيبي جاسم، أهلا تحياتي وسهلا بك، 100 لحضرتك هلا بك، وسعدني أهلا لقائك. وسهلا، شكرا أغاتي جزيلا. شرفنا. أهلا شكرا. وسهلا. اذا المشاهدين الكرام مثل ما شفتوا كانت جولتنا تتحدث عن اهم القيم الاجتماعيه اللي نتمنى ان تعود بزمننا هذا ونرجع نتمسك بها من جديد. فالسلوكيات الاخلاقيه هي من اهم الاشياء اللي احنا للاسف صرنا نفتقد لها او نتمنى ان ترجع مثل ما كانت سابقا. الان نرجع للاستوديو مع زملائي لتكمله باقي فقرات برنامج صباح الخير. في الختام تقبلوا تحيه سيف علي. الى اللقاء.